ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو عملنا الثوم وخزناه مع بعض وفرمناه في الكبه. لو عايزين تعرفوا الطريقه كملوا الفيديو للاخر وقولوا لي رايكم. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لي رايكم في الكومنتات وتعملوا لي لايك. بس يلا كملوا الفيديو بقى معانا. معايا هنا ثوم هنحط عليه معلقه ملح كبيره، هزود كمان شويه، احط حبه زيت حلوين بقى كده عشان يحفظهولي عندي. نجيب الكبة بتاعتي عشان نفرم الثوم ده فيها. عايزاكم تقولولي ايه رأيكم في السلسلة ديت. هعمل سلسلة اللي هو بنسهل بيها حاجات البيت، بحيث لو حد بيشتغل او حد مستعجل او كده خلاص اللي وراه بسرعة. انا ما بعملش الحركة ديت في اول الصيف، اول ما الثوم بيطلع وكده. انا بحب اعملها اول باول عشان برضو ما تديش فرصة لطعمه انه يغير. فدلوقتي هشغل الكبة وافرم الثوم. كلام عني شغل الكبة بقى، كل حد يفرمه على حسب ما هو عايز. عايزينه ناعم اوي يفرموه، عايزينه خشن شوية، على حسب ما انتوا بتحبوه في الاكل. دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا فرمته ناعم عشان انا بحبه كده في الاكل، بس لو حد حابب يخليه خشن شوية براحتكم. هجيب برطمان بقى واعبيه فيه. وبكده اكون جهزت الثوم بتاعي وعبيته في البرطمان. دلوقتي هحطه في الفريزر واطلعه استعمله في اي وقت انا عايزاه، وهيكون بنفس اللون ابيض زي ما هو. لا بيغير طعمه ولا اي حاجه، لان مش هيغير طعمه. بس لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في القناه وقولوا لي رايكم في الكومنتات. وما تنسوش تشجعوني وقولوا نكمل في السلسله دي ولا لا. عشان خاطر السلسله دي هعمل فيها حاجات كتير تسهل ان انت تدخلي المطبخ تعملي اكلك في 10 دقايق بس. مع السلامه.